قالت الأمم المتحدة أن ترحيل السعودية للعمال الإثيوبيين المهاجرين إليها بصورة غير مشروعة ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا، وحثت المملكة على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي. وجاء في مذكرة داخلية للأمم المتحدة طلعت عليها رويترز أن من المتوقع أن ترحل السعودية نحو 200 ألف مهاجر إثيوبي إجمالا، ومن المتوقع أن ترحل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين. وقد أعربت وزيرة الصحة الإثيوبية عن تخوفها من تفاقم الخطر الصحي في البلاد نتيجة استمرار ترحيل آلاف الإثيوبيين من السعودية دون خضوعهم للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا. وأشارت الوزيرة إلى أن أديس أبابا تجتهد لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ليس هذا الوقت المناسب لترحيل الجماعي، هذا ما أكدته كاترين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا. المسؤولة الأممية دعت الرياض إلى تعليق ترحيل الإثيوبيين الذين لا يحملون إقامة سارية من أراضيها، فقالت إن أديس أبابا غير مستعدة من الجانب الصحي للتعامل مع مثل هذه الأعداد، وهو ما يهدد بتفاقم انتشار وباء كورونا. مخاوف يعززها أن المرحلين لم يخضعوا لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا. كما هو معلوم أن الرعاية الصحية في إفريقيا مقارنة بدول متقدمة مثل أوروبا ضعيفة إلى حد ما. وزيرة الصحة الإثيوبية ليتا دسي من جانبها قالت إن وزارتها تسعى لاتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة مع توقع ترحيل الآلاف من الإثيوبيين خلال الأسابيع القادمة، ومن المقرر أن يبقى الإثيوبيون المرحلون من السعودية لدى عودتهم في حجر صحي لمدة 14 يوما. هناك آلاف الإثيوبيين سيرحلون من السعودية خلال الأسبوعين القادمين، أكثر من 3000، وعودتهم ستشكل عبئا كبيرا على وزارة الصحة الإثيوبية لأنهم لم يخضعوا للفحوص الطبية. هذا الإجراء يشكل خطرا على سلامتهم وسلامة البلاد بكاملها. مع محدودية الإمكانيات الصحية سيتفاقم الوضع أكثر. صحيفة الفاينانشال تايمز كشفت أنه تم حتى الآن ترحيل ما مجموعه 2968 إثيوبيا في الأيام العشرة الأولى من شهر إبريل الجاري. ونقلت عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن إثيوبيا طلبت الرياض بوقف عمليات الترحيل، مؤكدة أن قدرتها على استقبال المرحلين بلغت حدها الأقصى، وأن الوضع وصل إلى مرحلة الأزمة، وأن مراكز الحجر الصحي لديها ليست مهيئة لمثل هذه الظروف. حفظ حقوق الإنسان لا سيما حقوق الشرائح المستضعفة أمر طالما دعت إليه الأمم المتحدة ومسؤولها.